هو النبوءة التي حركت السيسي للانقلاب كانت أنه سيكون له شأن في مصر، لكن هذا الشأن لن يطول، وأنه سيقيم أو سيعمل في قصر عزيز مصر. يذكرنا هذا بما حدث في بداية القرن العشرين، حين صارت حيلة ظن الناس أنهم يستطيعون فيها أن يرتكبوا المنكر دون أن يحاسبهم الله، لأن لا أحد من الملائكة الذين يسجلون الأعمال السيئة يكون حاضرا. استندوا إلى ما يقال من أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه التماثيل، فكانوا يأتون في كل بيت يرتكبون فيه المنكر من شراب أو غير شراب بتمثال حتى لا تدخل الملائكة فلا تسجل حسابهم. هنا تتكرر الفتوى بطريقة جديدة، وهي أن يطيل السيسي وجوده في منصب وزير الدفاع بعيدا عن الرئاسة، والرئاسة محجوزة حتى لا يبدأ الرئاسة فتقصر مدة في هذه الحالة نريد تقنيا أن تحدثنا في حالة ما إذا ترشح فعلا أو أبدى رغبته صراحة وأعلنها أنه يريد الترشح للانتخابات الرئاسية، ما موقف منصب وزير الدفاع هنا؟ هل سيتخلى عنه تلقائيا وفي انتظار نتائج الانتخابات أم سيبقى وزيرا للدفاع؟ لا، هو نفسه دار بينه وبين المحكمة الدستورية بعض مستشاري المحكمة الدستورية حوار في هذه، ومن ثم كانت النتيجة أن صدر حكم من المحكمة الدستورية بأنه يجوز لرجال القوات المسلحة أن يؤدوا الحقوق السياسية، بمعنى أن ينتخبوا وأن يترشحوا. فإذا الفتوى موجودة وجاهزة من قبل الانقلاب لأن يترشح رئيس الأركان أمام وزير الدفاع أمام قائد المدفعية، وتجدي في المعسكرات مثلا المنطقة الشرقية تؤيد رئيس الأركان، المنطقة الغربية تؤيد وزير الدفاع. رغم أنه لم يعلنها صراحة لكنه ترك الباب مفتوح بأنه ربما سيترشح أو لن يترشح، لكن في هذه الحالة هل يمكن أن نستقرأ ربما ردود الفعل التي سيشهدها الشارع؟ القوى السياسية المعارضة للإخوان ترفض أن يتولى رجل عسكري الرئاسة. ما المشهد الذي يمكن أن يفرزه إعلان السيسي صراحة أنه سيترشح؟ أولا لم يحدث في التاريخ أن قائد انقلاب عمل الانقلاب من الباطن أو أنجز الانقلاب لمصلحة أحد آخر. قائد الانقلاب ينجزه لمصلحة نفسه. هذه من بديهيات وبديهيات وأوليات الحياة السياسية في العالم كله وفي التاريخ كله. ليس هناك قائد انقلاب مقاول ينجز الانقلاب لمصلحة سامي عنان أو أحمد شفيق أو حسني مبارك أو جمال مبارك أو أي أحد آخر. هو ينجزه لنفسه، هو يتعب وينجز لنفسه، فهذا منطقي وليس فيه كلام. هو لم يقلها قطعا، لماذا برأيك يتردد في قولها صراحة؟ لأنه لابد من السياسة التي أشار بها فيلسوف النكسة، وهي أن عبد الناصر لم يصبح رئيسا للجمهورية إلا بعد 4 سنوات من قيام 23 يوليو. يعني عبد الناصر أصبح رئيسا للجمهورية في 56، فتأخذها بالتدريج حتى يعني يطالب الشعب بك رئيسا. ولذلك هو يفضل أن 4 سنوات في عهد عبد الناصر تكون 4 شهور في عهد السيسي بحكم تقدم الزمن، لكنه في نفس الوقت يفكر في فتوى وجود الملائكة التي ستمنع دخول الشياطين أو الشياطين التي تمنع دخول الملائكة. الدكتور محمد الجوادي الكاتب والمؤرخ السياسي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.